السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصي تعالي النهاردة في الفيديو ده هنقول لك على حباية نصايح كده حلوة بالنسبة للتنظيف اليومي، بالنسبة للتنظيف الأسبوعي، بالنسبة للتنظيفة الشهرية اللي احنا هنعملوها، وكمان شوية نصايح كده على السريع هتظبط معانا الأداء وهتخلي يعني إلى حد ما محافظة على الأمن في البيت، يعني محافظة على الوضع في البيت، مسيطرة على الأمور أو وشكل البيت إن حتى لو جوك ضيوف ولا بتاع يبقى الموضوع يعني كويس، يعني يبقى منظر البيت كويس خصوصا في وجود العيال. يعني بصي البيت مدعكة مدعكة، أنا عارفة كل أم معها عيال صغيرة وحاسة بالموضوع الوضع صعب يعني. فتعال النهاردة هنقولك على شوية نصايح بالنسبة للتنظيف اليومية والأسبوعية والشهرية، ازاي نقدر نسيطر على البيت ونحافظ عليه بحيث ان الموضوع ما يفرطش مننا. لو انت اول مره تشوفيني، انا ام المعتصم ودي قناتي عليها روتين صعيدي مغفلق. ما تنسيش تحطي لي اللايك الزين، انزلوا حطي لي لايك للفيديو، اللايك ادعم الفيديو يرفع ويخليه يتشاف، وكومنت بدعوه حلوه يا رب ولك بالمثل ان شاء الله، واشتركي ونوريني. محتاجه منكم طلب، وصلوا لي الفيديو ده 100 لايك يعني بصوا تبا لاحلام البسطاء، انا عايزه 100 لايك، وصلوا لي الفيديو ده 100 لايك. بصوا هندخل في الموضوع الأول، التنظيفة اليومية. يعني بصي مش هنعمل تنظيفة عميقة، ولكن لازم منظر البيت يكون متروق، لازم يبقى رايق. بالنسبة لي أنا قاعدة في بيت شبه طين أو بيت طين، يعني اللي أنا قاعدة فيه أو شبه طين يعني. فموضوع التراب وموضوع النظافة بالنسبة لي متعب شوية أو صعب شوية. فبالنسبة لي أنعمل تنظيفة يومية يمكن شديدة شوية، أو يمكن أنتوا مش هتحتاجوها إن أنتوا تعملوها يوميا. تمام، بس أنا هنقولك على اللي مطلوب يوميا أو اللي المفروض يتعمل يوميا بشكل عام، مش وكل واحد طبعا هياخد اللي يناسبه في بيته. أول حاجة لازم تهوي البيت يوميا، لازم كل يوم البيت يتهوى. هنفتحوا الشبابيك، عندك بلكونات هتفتح البلكونات تخلي الهواء يتغير والهواء يدخل والشمس تدخل، والبيت الكتمة تجيب اكتئاب وتجيب طاقة سلبية في البيت وتجيب أمراض. تمام، يبقى أول حاجة افتحي هوي البيت. أول ما تصحي من النوم رتبي سريرك، السرير اللي كنت نايمة فيه رتبيه، عودي عيالك كل عيل يرتب سريره. يلا الصغير مش قادر لسه، يلا رتبوا السراير مع بعضين. تمام، يبقى دي حاجة خلصت منيها. أول ما تدخلي على الصبح تتوضي، هتدخلي الحمام تتوضي، خلي عندك الفرشة بتاعة الحمام، وخلي عندك السبونجة أو السلكة اللي هتدعكي بها الحوض والبتاع. بصي والله ما ياخد 5 دقايق، مش اخد 5 دقايق، اني اتعودت انا اني اول ما ندخل الصبح نتوضا ندي الحمام دعكه، يبقى باقي اليوم نظيف كده يعني الامن مستدب في الحمام رايق كده وحلو ونظيف وزي الفل. تمام، اول ما تصحي تدخلي تتوضي ادي الحمام وش على السريع. انت وهتعملي فطور، دخلت المطبخ تعملي فطور، لو في مواعين قاعده معاكي من العشاء تستنى السخان بتاع الشاي مثلا يغلي، تستنى اللبن على النار يغلي، اغسلي شويه المواعين اللي في الحوض. المواعين مش هتخلص، انا معاكي انا عارفه والله معاكي، المواعين مش هتخلص نهائي. يعني هتغسل المواعين اللي كانت قاعده في الحوض، هتلاقي مواعين الفطور اتجمعت، ما عندناش اي مشكله، احنا ما عندناش اي مشكله. تمام، لو زي حالاتي هتطلعي هتروحي الشغل، فهتلاقي نفسك ان انت عملتي حاجة حلوة أو أنجزتي شوية حلوين. يعني لو زي حالاتي أنا، وقت ما نعمل الفطور على الصبح، نفكر إيه هنعمل غدا، حاجة عايزة تطلع تفك من الفريزر أروح نطلعها نفكها على ما نجي من الشغل نعملها، حاجة سريعة عايزة تتعمل تتحط على النار، فول حندمسة نحطه على النار لغاية ما نجي من الشغل نلاقيه استوى. فاهمة زي كده يعني. أنا وفي المطبخ، أنا واقفة للفطور في المطبخ، نحاول نشوف إيه المطلوب مني ونعمله. تمام، انا هنطلع نروح الشغل ونرجع، انت هتقعدي هتكملي بنفس النمط وبنفس الاسلوب برضه اللي هنقول لك عليه. هتروحي تبداي تمسكي ركن ركن في البيت، حته ان انت تعملي لنفسك ليميت 5 دقائق كده، ده جميل هينجز، وهتلاقي نفسك الوقت قاعد زي ما هو. يعني مثلا هندخل الاوضه دي، ندي نفسي وقت، انا ليا 10 دقائق في الاوضه دي، نلحق نلم كل الغسيل اللي فيها، نلم كل الحاجة اللي عايزة تطلع منيها، أي كوبايات أي طباق أي بتاع نلمها نوديها مكانها، الفرشة عايزة تتكنس عايزة تتنفض نروقها، ندي نفسي 10 دقائق حسب احتياجي. ندخل على الصالة كويسة ولا مكركبة؟ لا مكركبة شوية، هنروح نديها مثلا ربع ساعة أو نص ساعة. هنبدأ ننفض الفرش بتاعها وننفض الكنب والروقة ونشيل أي حاجات عليه، نبدأ نلم الأرض نكنسها على جروف، ندي مسحة حوالين السجاد لو الأرض نظيفة. نشيل الزبالة اللي في السلة نروح نحطها في السلة الكبيرة، نشيل أي كراكيب أي مواعين. تمام زي الفل كده خلصنا. تمام، نفس الموضوع كل الأوض على حسب عدد الأوض اللي عندك. بعدين تروح تدي نفسك 5 دقائق أو 10 دقائق تانيات تلميع الخشب بالقماشة، أو على حسب إيه اللي هتستخدميه في التلميع بتاع الخشب وبتاع المرايات.
وادي مرة على الخشب بتاع البيت. شوفي البيت اتروق والله البيت اتروق واخلص وتمام وزي الفل. انت كده يعني ربنا يهدي العيال، بس ربنا يهدي العيال. حاولوا تخليهم يلعبوا في مكان واحد، يكبوا العابهم في مكان واحد ويلعبوا في مكان واحد. ابداي دخلتي تجهزي اكل، تجهزي غدا، حطي جنبيكي طبق فيه شويه بريل وفيه سلكه. المعونه اللي تفضى اول باول تخلصي منها، كل معونه تفضى اغسليها على طول تخلصي منها. حتى لو في كراكيب قعدت في المطبخ او مواعين او الحوض والبوتاجاز لسه مش نضاف، بس هتلاقي نفسك ايه، مسيطر على الامور ومسيطر على الوضع. دي بالنسبه للتنظيف اليومي، او ده اللي انا اعمله في التنظيف اليومي. التنظيفة الأسبوعية بقى تشوفي إيه الحاجة اللي محتاجة تنظيفة عميقة تعمليها. زي أنا مثلا ممكن ألاقي كبرتات من اللي نتغطوا بها عايزة تتغسل ونروح نغسلها آخر الأسبوع. ألاقي عندي الحافظات اللي أنا فرشها في الأرض فيها حاجات مش نظيفة، فيها حاجات تكب عليها شاي، تكب عليها بتاع، دعكت فيها بقع زهرت، نروح ناخدها نغسلها آخر الأسبوع. في فرش الكنب والركنية والبتاع في حاجات نروح نقلع نروح نغسلها آخر الأسبوع. التلاجة نغسلها آخر الأسبوع. التلاجة مع الصيف، البطيخ والعصاير والعنب والحاجات دي، تحس التلاجة مش هتستحمل، يعني أكتر من أسبوع مش هتستحمل معك التلاجة. نروح نغسلها آخر الأسبوع. إيه تاني ممكن نعمل آخر الأسبوع؟ نمسك الدولاب مثلا نديه ترويقة خفيفة وبسيط آخر الأسبوع. الغسيل في ناس تقول نغسل مرتين في الأسبوع، خصصي مرتين في الأسبوع. أنا بالنسبة لي عشان العيال لا مش هينفع مش هنلاقوا غيارات نلبسوها، مش هينفع. يعني دول هيغيروا تقريبا 3-4 مرات في اليوم، والله يعني بدون مبالغة ممكن أتوصل إن هم يغيروا 3-4 مرات، خصوصا الصغير ده. فمش هينفع، مش هينفع إني أنا الغسيل ده حسب الاحتياج. الغسالة بارك الله فيها يديها الصحة شغالة معانا على طول، مش إنه لا يوميا لازم أنا أغسل يعني. خصوصا هدوم العيال دي يوميا، بحيث ان احنا لازم لو قلنا غيرات هنجيب من وين هنجيب من وين غيرات ده كلها يعني. فكل ما تتجمع ممكن يوم من تاني يوم غيرات العيال نغسلها. ساعات انا احتاج ان انا نغسلها يوميا. وهكذا الغسيل مليهش ليميت بالنسبه لي، مليهش يعني سقف. لان الغسيل ده بالذات مش زي المواعين زي المواعين بالضبط، مش هنتحكموا فيه يعني، مش هيخلص. تمام. ده التنظيفة الأسبوعية، إن تشوفي إيه الحاجة اللي محتاجة تظبيط معاكي. هتقلي الفرش كله. أنا بالنسبة لي يوميا أنقل الفرش وأنا أمسح زي ما قلت لك. أنت بالنسبة لكم مسيطرة على الأمور، ما عندكيش تراب، المكان اللي قاعدة فيه ما فيش تراب، آخر الأسبوع هتلم الفرش وهتكنسي وهتدي مسحة بالشرشوبة كده نظيفة، وهتغسلي غسلة نظيفة. تمام. وصلنا إن إحنا غسلين الحمامات وغسلين الثلاجة وغسلين الفرش وغسلين الدنيا نظيفة معانا زي الفل. في الفيديو الجاي بقى عشان ما نطولش عليكم ما نأخرش عليكي هنعمل لك جدول. لو حد محتاج يعني قولوا لي، انا ممكن نعمل لكم جدول للتنظيفه الاسبوعيه وجدول للتنظيفه الشهريه، ونديكم شويه نصايح بحيث تبقى قدامك ثابته قدامك كمرجع ان انت لما تحتاجيها تلاقيها في اي وقت للتنظيفه الاسبوعيه والشهريه. عشان ما نطولش عليكم لحد هنا كفايه. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تحطوا لي اللايك يدعم الفيديو يرفع ويخليه يتشاف، ودعوه حلوه يا رب ولكم بالمثل ان شاء الله. وطبعا تشتركوا وتنوروني، والسلام عليكم.